من جهة أخرى، أبدى مغاربة ألمانيا استعدادهم لتقديم المساعدات المادية لبلدهم الأصلي من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية المدمرة. الزميل عبد الرحمن عمار يقربنا في هذا التقرير من تفاعل بعض المغاربة ببرلين مع أبناء بلدهم في المغرب. كغيرهم من مغاربة ألمانيا، تتابع السيدة حنان بايرسمان وعائلتها في برلين آخر تطورات الزلزال ببلدها الأصلي. ورغم أنها اطمأنت على أقاربها، فإن الصدمة مما حدث لا تفارقها. احنا اللي عايشين هنا في ألمانيا صراحة كلمات صعابين باش أننا نقولوهم ولا نختاروهم، وإنما احنا قلبنا معاهم وعقلنا معاهم وطول الطون يعني متبعين هادشي اللي واقع في المغرب، وكنتمنى من الله أن يشوف من حالنا. في انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض ووصول المساعدات الإنسانية الأجنبية، بدأت الجمعيات المغربية في برلين في التفكير في سبل لإرسال مساعدات عاجلة. دونك غادي نديروا شي أنشطة ثقافية اللي يجيو لها الناس ويقدروا يتبرعوا فيها، وكذلك أنشطة بشراكة مع ألمان اللي هما اقترحوا علينا أنهم يديروا مع في الكنيسة الألمانية. عندهم ناس اللي باغيين يتبرعوا ولكن ما عارفينش كيفاش يتبرعوا. نحاول جهد الإمكان أن ننسق مع جمعيات المجتمع المدني المتواجدة هنا في ألمانيا، وبشكل أيضا موازي مع الجمعيات التي تشتغل في ذات الميدان على أرض الواقع في المغرب للتنسيق فيما يخص الحاجيات والضروريات التي يحتاجونها في المغرب. وتبنت الحكومة المغربية مشروعا لإحداث صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته البلاد لتلقي التبرعات، ومنها تبرعات مغاربة العالم. ويحتاج المغرب مساعدات لتغطية نفقات تشمل خصوصا إعادة بناء المنازل المدمرة والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وخاصة اليتامى، والتكفل الفوري بالأشخاص بدون مأوى، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية.